ده الوقت المناسب علشان تخزنوا الصلصة تسهل عليكم زحمة رمضان. بنقي الطماطم الطرية شوية، وبعد ما اغسلها كويس بشيل الجزء اللي فوق ده، بقسمها نصين واحطها في الحلة. بحب دايما اعمل جزء سادة وجزء احط له بصل وثوم عشان يكون جاهز معي اي طبيخ. وده بقى سر اللون كله. بضيف شرايح بنجر مش كتير، بيقوي اللون، بيعلي الفايدة وبيأثرش على الطعم خالص. بحط الطماطم على نار هادية تقريبا نص ساعة لحد ما تنزل ميتها، وارفعها من على النار واستناها لما تهدى شوية، وابتدي ان انا اضربها في الخلاط. ممكن تستغنوا عن البنجر بس هو حقيقي ما بيأثرش على الطعم خالص، وممكن تستخدموا الهاند بلندر بس بالنسبة لي الخلاط بينجز اكتر. برجع الطماطم بعد ما ضربتها على النار هادية واسيبها لحد ما تتكثف، وطبعا بغطيها بس بسيب لها فتحة بسيطة. لما البابا تبقى تقيل كده اعرف ان هي خلاص جهزت. قوام تقيل ومركز والبنجر فارق جدا في اللون. هجيب برطمانات ازاز بغطا نحاس، هغسلهم وانشفهم كويس قوي واتاكد ان مفيهمش اي ميه، وادخلهم الفرن يتعقموا. الصلصه سخنه والبرطمانات سخنه، هبتدي اعبي الصلصه. هحط البرطمانات في حله فيها ميه سخنه مغطيه تقريبا نص البرطمانات، واحطهم على نار هاديه يغلوا لمده نص ساعه. الطريقه دي ممكن تحفظوهم لحد سنه تقريبا بره التلاجة، او تستنوا لما الصلصه تهدى خالص وتحطهم في اكياس، كل كيس على قد طبقه تقريبا، وتحطهم في الفريزر. بحب اشيل كميه لاستخدام اسبوع او 10 ايام تقريبا في برطمانات ازاز في التلاجة.